لو عندك رؤوس سوداء أو حبوب أو ملمس بشرتك مش تمام يبقى الفيديو ده ليك. السر كله في السلسليك أسيد، حمض مقشر فبيساعد على تجديد الخلية، بيشيل الجلد الميت، بيدي نضارة، بيقدر يدخل في مسام الجلد وينضفها كويس قوي من الدهون. علشان كده هو ممتاز للرؤوس السوداء والبيضاء، وكمان ليه خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، فهيشتغل على الحبوب، بيحسن ملمس الجلد جدا مع الاستخدام. انا شخصيا لما بستخدم سيرم السلسليك اسيد على اي حبايه بيهدي الالتهاب ويومين 3 وبينشفها وبلاقيها راحت تماما. طب ازاي استخدم سيرم السلسليك اسيد؟ افضل حاجه في الاول استخدمه من مرتين ل3 في الاسبوع، وكمان اختار تركيز قليل. طبعا كنت قلت لكم ان هو حمض مقشر فما ينفعش استخدم معاه ولا ريتينول ولا اي مشتق من مشتقات فيتامين الف ولا جلايكوليك اسيد ولا ازيليك اسيد. كل دي مقشرات هتلهب البشره لو انا استخدمتهم مع بعض. لازم معاه استخدم صن بلوك واهتم بترطيب البشره كويس جدا، ولو حسيت باي حرقان او التهاب او احمرار اوقفه فورا. ولو عايزين ارشح لكم سيرم ساليسيليك اسيد تبداوا بيه كبدايه، السيرم ده من ميل اكني، فعال معايا جدا. بحطه على الحباية يومين 3 وبلاقيها نشفت. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب واعملي شير لصاحبتك.